عيد سعيد عليكم، والسنة الجاية نكون مع بعض على عرفات إن شاء الله. إيه رأيكم في الصالة بتاعتي كده؟ أنا شايلة السجاد طبعا من حرارة الجو، فجبت قطعة بدل سجاد حطيتها. وإيه رأيكم في الفرش بتاعها؟ حاجة كده خفيفة في الجو اللي احنا فيه والحر اللي احنا فيه. كل سنة وانتم طيبين. وتعالوا نشوف هندخل نعمل ايه غدانا النهاردة. أنا مش هطول عليكم. إن شاء الله يكون عجبكم. فرش الصالة بتاعتي فرش متواضع. دي اللحمة يا جماعة سلقناها بعد ما شلنا الريم بتاعها، حطينا لها توابلها اللي هي حبهان، ورق لورا، فلفل أسمر، حبيتين قرنفل، حبيتين كبة قرن شطة أخضر، ديت عشان ناخد شوربة المحشي منها. بعد ما اللحمة استوت حطينا الشوربة للمحشي. وبعد ما نحط شوربة للمحشي أنا حاطة رصة تحت ورق العنب، بصل وطماطم وليمون شرايح، وهحط فوقه كمان كام شريحة ليمون وقرنين شطة حلوين كده، علشان ايه يديلنا برضو اللذاذة والطعم الحلو في المحشي. اللحمة بقى يا جماعة بعد ما استوت دي التكة بقى. اللي عايز لحمة متحمرة عايز، واللي عايز لحمة تانية مش عايز، لا مسلوقة ولا مشوية، فقلت اعمل له تكة حلوة كده. جبت اللحمة، حطيت بس يا دوبك معلقة زيت في الحلة بتاعتنا، ورحت منزلها عليها اللحمة، ويفضل اللحمة الملبسة، ورحت جاية عطيالها تشويحة خفيفة كده، وايه مجرد انها تش في الزيت، ورحت حاطلها معلقتين صلصة من بتاعة المحشي تاخد منهم ومن تتبيلتهم كده. طعمها جميل جدا يا جماعة، شوفوها ان شاء الله تعجبكم. وزي ما قلت لكم ما تنسوش الشير واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.